يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوف اودي وشك منك وفين. ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت ماليتش عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجة يا بنتي، بس هو في مشكلة صغيرة كده، إن اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع 2 ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي إن البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجه يا صلاح. قول يا طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقه جديده خالص لاسمها، وشهاده ميلاد جديده زيها برضه، على انك ساقطه قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجه هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله الضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هويه؟ خلاص بقى يا زينب، مقضيه باذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج. وهركب المشروع من ناحيه البحر صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جاتلك توصيله يلا على زين. الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. بقول لك هعمل إيه؟ كده. خلي بالك عليها، دي أمانة عندنا يا ابني. فعلا يا صلاح. يلا السلام عليكم يا حاج. سلام ورحمه الله يا حاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي، مستنيك.